السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي أنت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة زي ما عودتكم قبل ما نخش في موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة، ما تنساش تعمل لايك. اللايك بيساعد بشكل كبير جدا إن الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس المهتمية بالسفر والهجرة وتعديل الأوضاع والفيز، وتعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل إشعار بكل فيديو جديد. نسمي الله ونتوكل على الله ونخش في موضوع الحلقة بتاعنا النهاردة. والموضوع ده يا جماعة مهم جدا جدا، لأن للأسف أغلبية الناس ما بيعملوش حسابه وبيبصوا للنص الكوباية بس، وهو إزاي يحصل على الفيزا أيا كان نوع الفيزا. وللأسف أغلبيتنا بننسى أو ما بنفكرش فيما بعد الحصول على الفيزا. هتكلم معاكم يا جماعة النهاردة وهي في موضوع، وهو أهم حاجة أو أخطر شيء على المهاجر، إن هو ما بيفكرش فيما بعد. ايه اللي انا هعمله، ايه اللي انا ناوي اخططه لما انا اسافر هناك. ولكن للاسف طبعا فيديوهات السوشيال ميديا وكله بيتفرج على الناس اللي موجودة في ايطاليا، وكله بيتفرج على الناس مثلا اللي في امريكا. وات ايفر انت بتتفرج على مين بالظبط او بتتابع مين، فانت خلاص انت بتتخيل حياتك زيه. فانا خلاص عايز اروح امريكا عشان عايز اعيش عيشة فلان، عايز اروح ايطاليا عشان اتصور في الدومو واعيش عيشة علان. تمام. ولما طبعا حضرتك بتروح انت بتتصدم بالواقع، انت لا بتلاقي تاكل ولا بتلاقي تشرب، وبتنام في الشارع ومش لاقي الشغل، والشرطه بتطاردك دايما، وتبدا تمشي شمال وتبدا في حياه بتبقى اساسا الهجره هي اللي دمرت لك حياتك. انت فاهم قصدي؟ فبصوا يا جماعه، ركزوا معايا شويه الله يستركم، وما تسمعوش للناس بتاعه السوشيال ميديا اللي هي دايما بتطلع تتكلم وتقول لك بص مش عارفه ايه انا موجود فين والاكل بكام والدنيا بكام. كل ده كلام جميل جدا، بس حضرتك لازم تكون عارف انت عايز ايه من هجرتك. رقم واحد، لازم تكون محدد الدولة. انت مثلا دلوقتي عايز تروح اسبانيا، حضرتك بتتكلم اسباني؟ لا مش بس انا اول ما هوصل اسبانيا ده انا هعمل، انت ولا هتعمل ولا هتتنيل، انت عبيط وامك عارفه. انا اسف في اللي انا بقوله، لان أنا والله العظيم يا جماعه بشوف حاجات غريبه. انا بشوف حاجات غريبه، حاجات مستفزه، يعني حاجات بتضايقني. لا بس انا بس وصلني، بس هاتني اسبانيا وانا هتصرف. احمد بقول لك ايه، ما تشوف لي سكه في امريكا وانا هتعامل. طب انت بتعرف تتكلم انجليزي؟ لا ما اعرفش، بس انا اول ما ايه، اول ما هينزل عليك الوحي هتعلم اللغه. مش فاهم. المهم يا جماعة، فدلوقتي انت لازم رقم واحد تحدد الدولة اللي انت عايز تروح ليها. ولما تحدد الدولة، حددتها بناء على ايه؟ رقم واحد، هتعرف تجيب الفيزا بتاعتها؟ طيب الفيزا بتاعتها انهي فيزا؟ فيزا سياحة؟ فيزا دراسة؟ هتهاجر؟ ده بص، كل ده في دولة واحدة. طيب انت اخترتها، ليك قرايب هناك؟ ليك صحاب هناك؟ طب القرايب والصحاب دول كويسين ولا هيحلقوا لك؟ طيب قرايبك دول هيجيبوا لك سكن، ولا اول ما توصل المطار هتقفل تليفونك؟ وكلكم عندكم الحواديت دي يا جماعه وانا عارف. تمام. هيقفلوا تليفوناتهم، ولا هتعرف تروح فين ولا تيجي منين. هيجيبوا لك شغل، لان خلي بالك في الغربه هنا كله في ساقيه. فاللي هيقف معاك النهارده وبكره مش هيقف معاك بعده، الدنيا تلاهي. فانت محددها بناء على ايه؟ على فيديوهات انت بتشوفها للسويسي؟ فكروا فيها يا جماعه. طيب لازم حضرتك تحدد الدوله اللي انت عايزها، لازم تتعلم على الاقل اساسيات اللغه. طيب حضرتك مثلا، لا احمد انا هطلع بفيزا سياحه واكسر واعيش. طيب حضرتك ناوي تطلع بفيزا سياحه وتكسر وتعيش، مع ان انا ضد اي حد يعيش في اي بلد غير قانوني. بس يا عم انا معاك، هتاخد فيزا سياحه وتروح تكسر. حضرتك معاك فلوس عشان تقعد اول فتره انت بتدور على شغل؟ يعني لازم يبقى معاك فلوس اكل، فلوس سكن، مواصلات، انترنت عشان تتواصل مع اهلك. انت معاك المبلغ ده؟ يعني انت مثلا رايح دولة من دول الاتحاد الاوروبي، انت فاكر ان انت اول ما هتنزل هتلاقي شغل؟ انت لازم اقل حاجة والناس اللي موجودة في الاتحاد الاوروبي يا جماعة ترد في الكومنتات، انت اقل حاجة لازم يكون معاك 4 5000 يورو عشان بس تعرف تقعد كويس، تأجر اوضة ولا استوديو ولا تقعد في اي حتة، وبتجيب اكلك وبتجيب شربك وبتنزل تدور على شغل. فلازم يكون معاك يا عم من 3 ل 5000 يورو. ده بالنسبه لدول الاتحاد الاوروبي. نفس الكلام امريكا. انا هاجي مثلا، انت مالكش حد وبتاع، اه طبعا لو عندك حد في امريكا الدنيا بتبقى اسهل. بس انا يا عم انا ما عنديش حد في امريكا والدنيا تمام وخلاص. معاك فلوس عقبال ما تلاقي شغل؟ ولا لا انا هوصل بس المطار ومالكش دعوه؟ ايه ما معنى كلمه مالكش دعوه؟ تمام. طب هطلع بفيزا دراسه، حضرتك معاك اساسيات اللغه؟ جبت قبول الجامعي؟
يعني الحاجات دي كلها معاك فلوس في البنك اصلا عشان تراسل الجامعه وتديك القبول الجامعي، وبعد ذلك تروح السفاره وتاخد الفيزا. معاك فلوس ولا المكاتب بتشتغلكوا وخلاص؟ ادي فيزا دراسه. طيب فيزا عمل، يا عم انت الواد الفت التت في مجالك، معاك لغه. دلوقتي اتعمل معاك انترفيو، هتتكلم معاه ايه؟ مصري؟ على الاقل لازم يكون معاك انجليزي، اقل حاجه. مش هقول لك يا عم لغه، مع ان عندك دول وانتوا عارفين يا جماعه، بس مش عايز اذكر اسامي، تعتز بلغتها جدا. ولو ايه، لو هو بيتكلم انجليزي بص احسن من الامريكان، هيكلمك بلغته. فلازم على الاقل يكون معاك انجليزي عشان تعرف تفهم الراجل ده في الانترفيو عايز منك ايه، وانت تقول له انت عايز ايه، وتعرفوا توصلوا الاوفر. ولا برضه احنا ماشيين بقى، لا يا باشا وديني بس انت المطار، اوصل بس المطار وحل. جماعه، فكرة الهجرة ما تنتظرش ان انت لما توصل انت هتلاقي الدولارات واليوروهات والريالات موجودة في الشوارع واحنا بننزل نلم. اقسم بالله العلي العظيم ثلاثة، احنا بنتعب اكتر من اللي في مصر. بس هي الموضوع، والله يا جماعة قلتها لناس كتير، قلت له انا بتعب اكتر منك في مصر، بس الميزة في المهاجر ان انا لما بتعب بلاقي نتيجة شغلي. انت في مصر بتتعب ما بتلاقيش نتيجة شغلك. بس انما انت والله يا جماعه، وفي ناس هنا بتشتغل بال 16 وال 17 وال 18 ساعه. انا بتكلم على امريكا، 18 ساعه يوميا. انت مدرك الرقم يا اسطى؟ انا زمان لما كنت جايب فيزا سياحه اول ما جيت كنت بشتغل ال 12 وال 13. عمري بصراحه ما وصلت للرقم 14 ده، بس كنت بشتغل 13 ساعه وكل يوم، وما فيش اجازات ولا يوم. فدي الهجره. عشان كده يا جماعه في ناس ومن دول متقدمه كتير جدا تقول لك لا جاي يابا شكرا انا مروح مش قادر. فهي عايزه راجل، بس عايزه راجل فهمان، مش عايزه راجل غشيم، هي عايزه راجل فهمان. فاحسبها، اعرف الدوله اللي انت عايز تروح لها، اعرف ايه نوع الفيزا اللي انت هتستهدفه وتشتغل عليه. اتعلم اللغه، لان اللغه هي مفتاح نجاحك في اي دوله في العالم. بتتكلم لغتها خلاص انت هتسلك. تمام. اعرف لازم يبقى عندك كده فيدباك، انت ناوي تعمل ايه. تمام. بس سيبوا لي يا جماعه اي استفسار ليكم في الموضوع ده، سيبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد على 100% من اسئله حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.